مفيش شك إن كلنا بنحتاج لأصدقاء وناس نحبهم ويحبونا، لكن بتفضل أسباب الحب والإعجاب والكراهية عند بعض الناس مجهولة ومش معروفة. فممكن الناس تحبك لأنك شخص طيب وعطوف، وممكن الناس تحبك لأنك دمك خفيف وحبوب، وممكن يحبوك عشان بتعرف تتواصل معاهم بشكل كويس. وعلى النقيض ممكن برضو يكرهوك لأسباب مختلفة، زي إنك تكون مثلا شخص متكبر أو مغرور، أو إنك تكون شخص سريع الغضب، أو تكون شخص رغاي وبتتكلم كتير. عوامل كتير قوي ممكن تخلي الناس تحبك، وممكن تخليهم يتجاهلوك ويبعدوا عنك. أقول لك على حاجة يا صديقي، اركن الكلام ده على جنب وتعال نشوف الفيديو ونعرف إيه هي النظرية باختصار. في حياة كل واحد مننا لازم تلاقي ناس جميلة ورائعة، ناس ما بنقدرش نقاومها، ناس بنفرح بوجودهم حوالينا وبنرتاح جدا لكلامهم وبنضحك معاهم من جوه قلوبنا، ناس ما ينفعش نخاصمهم أو نبعد عنهم، لأنهم ببساطة أجمل من أي خطأ وأكبر من أي عتاب. محبتنا للناس دي ما بتجيش من فراغ، محبتنا للناس دي بتيجي نتيجة الخصال الجميلة اللي عندهم، واللي من خلالها بيقدروا يشدوا الناس ليهم. ممكن تكون الخصال دي في طبيعة شخصياتهم، وممكن يكونوا اكتسبوها عن طريق التقليد، لكن في المجمل الناس دي بيبقى معاهم مفاتيح السحر والكاريزما. انت ممكن يا صديقي تكتفي بالاستمتاع بوجود الناس دي بس في حياتك، لكن الأفضل ليك إنك تراقبهم وتشوف تصرفاتهم وتحاول تتعلم منهم وتقلدهم، وده طبعا مش عيب ولا حرام. فلو كنت شخص عندك قوة ملاحظة وركزت مع الناس دي، هتكتشف إن الناس دي روحها حلوة وجميلة، ناس أول ما بتشوفهم بتبتسم، ناس ما بتشبعش أبدا من الكلام معاهم، ما بيأزموش الدنيا ويكلكعوا المواضيع، ناس خفيفة ولطيفة، ناس بسيطة وهينة، وتحس في وجودهم إن مشاكل الدنيا كلها اتحلت، ناس ما بتزعلش حد ولا بيعادوا حد، ودايما بيفتحوا مع الناس صفحات جديدة. تحس إنهم بيحبوك لذاتك وبيحترموك لشخصك، مش عشان منصبك أو موقعك أو عشان محفظتك المنفوخة. ناس بتحترم كل الناس، ناس بتقدر كل الأفكار، ناس بتتعامل مع الكل بنفس المستوى، ناس عندهم روح المبادرة، تلاقيهم جايين لك يتكلموا معاك ويتعرفوا عليك ويرموا السلام حتى لو انت تجاهلتهم. عندهم ذكاء اجتماعي بيخليهم يقدروا يتعاملوا مع كل واحد على حسب دماغه وعلى حسب ما بيتمنى وما بيحب. ناس ممكن يكونوا بيتكلموا كتير، لكن نادرا لما بيتكلموا عن نفسهم. ناس ما بتشتكيش كتير ولا بتتضايق، ومع كل ده بيعرفوا امتى يسكتوا، وبيعرفوا امتى يسمعوك كويس لما تعرض عليهم اي مشكلة. وبالرغم من انهم ليهم آرائهم الخاصة، لكن عمرهم ابدا ما بيفرضوها على حد. ناس بسيطة بتتصرف على سجيتهم، ما بيحبوش التباهي او التفاخر، وعمرهم ابدا ما بيداروا ورا مظهر مصطنع. وبرغم الظروف الصعبة اللي ممكن يكونوا عايشينها، تلاقيهم بيحبوا الحياة ويضحكوا كأنهم ما عندهمش هموم أو مشاكل. كل الصفات الجميلة دي اللي فكرتك بشخص انت بتحبه، لما تبقى عند حد بتخليه شخص محبوب وجذاب، بتخليه شخص صعب جدا انك تنساه. وانت كمان يا صديقي تقدر تمتلك الصفات دي لما تلاحظها وتمارسها، هتبقى طبع أصيل من طباعك. وفي المقابل لو عملت عكس الصفات والخصال دي، هتلاقي الناس بتبعد عنك ويتضايقوا من وجودك، ومش هتلاقي حد حواليك. فزي ما للمحبة دوافع، فللكراهية برضو دوافع. الناس مثلا بيكرهوا الشخص المتعالي، الشخص اللي بيتكلم عن نفسه كتير، بيكرهوا اللي بيعاملهم بطبقية وبنظرة فوقية، اللي بينصب نفسه رئيس عليهم من غير ما يستأذنهم. بيكرهوا الشخص اللي ما بيدهمش فرصة يتكلموا، الشخص اللي ما بيسمعهمش. بيكرهوا اللي بيغتاب الناس وبيكشف عيوبهم، بيكرهوا اللي بيتصرف بسلبية وبيحبطهم. بيكرهوا الشخص السامج الرخم، الشخص الكشري اللي فاكر ان التكشير علامة من علامات الوقار. بيكرهوا الشخص اللي بيقيم الناس على حسب أنسابهم وأجناسهم ورصيدهم البنكي. بيكرهوا الشخص الهجومي اللي بيفسر الكلمة على إنها تصرف عدائي ضده. من الآخر
بيتهربوا من الشخص الفظ غليظ القلب حتى لو كان نبي مرسل. وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. كل دي مجرد أمثلة يا جماعة للتصرفات اللي ممكن تخلينا محبوبين أو مكروهين في نظر الناس. ودورك انت بقى يا صديقي انك تكتشف وتلاحظ اللي أكتر منها، وتاخد الصفات الحلوة اللي الناس بتحبها وتبعد عن الصفات الوحشة اللي الناس بتكرهها. لازم تكون مقتنع ان كل واحد مننا جواه كمية متفاوتة من المسببات اللي بتخلي الناس تحبه وتقرب منه أو تتضايق منه وتبعد عنه. كل واحد على حسب الجانب الغالب أو الطبع العام في شخصيته، أو على حسب اللي بيختار يظهره للناس. وده معناه إننا كلنا جوانا قدر كبير من مسببات الكاريزما والجمال، وقدر كبير من مسببات النفور والكراهية. وعشان تتقل كفة المحبة والكاريزما، كل اللي عليك إنك تكون جريء ومنفتح، وتظهر صفاتك الإيجابية، وتكون واعي ومتحفظ، وتخبي الصفات السلبية. لازم تنحاز دايما للجانب الجميل، لازم تبقى أخلاقك حلوة مع الناس. خلي وشك بشوش ومبتسم في وشوش الناس، ويا ريتك تبتسم دلوقتي على سبيل التجربة. واعرف كويس إن محبة الناس رزق عظيم. لحد هنا وحلو قوي. اركن بقى كل الكلام ده على جنب يا صديقي، وتعال أقولك عن نظرية باختصار. احنا بنبقى قريبين من الكمال لما بنعرف كويس إننا عمرنا أبدا ما هنوصل للكمال. المحبة ليها أسباب، والكراهية والنفور ليهم أسباب، والشخص السعيد هو اللي بيتبنى الأولى وبيتخلص من التانية. لازم تعرف يا صديقي إنك إنسان قبل ما تكون بتنتمي لوطن معين أو ثقافة معينة أو مذهب معين. لازم تخالق كل الناس بخلق حسن. هي دي الحكاية، وهي دي النظرية باختصار. سلام عليكم.